لو سمحتوا كنت عايزة أسأل على حاجة. هو إحنا اللي مسؤولين من الدولة ولا الدولة اللي مسؤولة مننا؟ يعني أنا بس عاوزة أفهم، عشان أنا واحدة زيي أرملة بقالي 9 سنين باخد معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، وأنا مأجرة ب1700 جنيه، وأنزل عشان أجيب الأكل لعيالي ألاقي البصل ب20 جنيه، ألاقي البطاطس ب25. يعني أنا مش عارفة أعمل لقمة لعيالي. كيلو الرز ب30 جنيه، اجيب ازازه زيت ب70 وب80 جنيه. ايه اللي بيحصل؟ يعني حد يفهمنا احنا عايشين فين، او ايه الدخل اللي بيدخل لنا عشان احنا نصرف المصاريف دي كلها اللي احنا مش عارفين نجيبها اصلا. اساسا احنا مش عارفين نجيبها. انا واحده عندي 4 عيال، لا عارفه اكل ولا اشرب ولا ادفع ايجار ولا ادفع ميه ولا ادفع نور. مطالب مني اعمل كل ده من 500 جنيه ليه؟ يعني انا مش عارفه اعيش عشان انزل اشتغل في اي محل هيديني 70 80 جنيه